بيبدأ الفيلم واحنا بنشوف موظف المكتب الخاص بالقروض وهو بيقرا جواب مبعوت ليه من واحد اسمه بيلو، وبيطلب منه في الجواب قرض بسيط لانه بيكون حلاق غلبان على قد حاله، وبيحلم انه يطور من شغله ومن محله لان كل حاجه عنده بتبقى متهالكه جدا، زي ان المرايه بتكون مشبره والمقص بيكون مصدي وتلم، حتى الكرسي اللي المفروض العميل بيقعد عليه بيكون مكسور، وخايف يجي في مره يكسر ظهر حد من اللي هيقعد عليه، وانه مش حمل مصاريف علاج، وبيتمنى ان الموظف يوافق ليه على القرض، مع انه بيكون متخوف ان طلبه يترفض لان الكل اكد له ان موظفين القروض لازم ياخدوا رشوه علشان يمضوا على الورق. فلو الموظف اللي بيقرا الجواب بيقبل الرشوه ما يندهش عليه لانه مش معاه غير واحد روبيه بس، لكن لو ما بيقبلش الرشوه يندى عليه. فالموظف فورا ندى على الشخص اللي كاتب الجواب، فالموظف بيزعق فيه وبيقول له ازاي تذكر كلمه رشوه بطريقه مباشره، وانك كده اهنتني، وانه ممكن يعمل له محضر حالا، وكمان ان طلب الاقتراض بتاعه اترفض وطردوه بره المكتب. وبعد كده بيلو بيرجع البيت بتاعه وبيلاقي اطفاله قاعدين بيذاكروا على لمبه جاز لان الكهرباء اتقطعت بسبب تراكم الفواتير. فبيلو ما حاولش يبين لهم انه متضايق، وبيقول لهم ان كل العظماء كانوا بيذاكروا على لمبه جاز، وبيسالهم عن والدتهم فبيعرفوه انها راحت تشتري الزيت مع انها في الحقيقه راحت تشحته، واول ما بتيجي تساله عن الرز اللي اشتراه للعشاء، لكن بيلو بيقول لها انه ما لحقش السوق وهو راجع من الشغل، وما بيرضاش يعرفها انه معهوش فلوس، لكن مراته بتقول له انها متاكده ان ما فيش زبائن جات له المحل اصلا، وبيلو بيخبي عليها وبيعرفها انه جاله زبائن كتير لكنه اضطر انه يدفع ايجار المحل، لكن ولادهم بيقطعوا كلامه وبيعرفوا ان المديره طالباه في موضوع مهم. وبنشوف بيلو وهو رايح يقابل مديره المدرسه وبتعرفه انه اتاخر في دفع المصاريف المدرسيه، وبتفكره انها حذرته اكتر من مره، والمره اللي فاتت كان اخر انذار ليه، وقالت له ان اولادك ما يجوش المدرسه تاني الا بعد دفع المصاريف. وبيلو بيحاول يترجاها وبيطلع من جيبه يا دوبك واحد روبيه وبيقول لها انه معهوش غيره، لكن للاسف المديره بتكون مصممه على رايها وبيلو بيسيبها وبيمشي. وبنشوفه بعد كده وهو ماشي مع اولاده بيعرفهم ان هم هيروحوا الامتحان بس لانهم ما ينفعش يروحوا المدرسه مؤقتا، والاطفال الحقيقه بيبقوا فرحانين لانهم اخيرا مش هيصحوا بدري. وبنلاقي بيلي بيروح يفتح المحل بتاعه اللي بيكون عباره عن محل حلاقه، وبيلاقي مجموعه من الرجاله العاطلين قاعدين قدام المحل بتاعه وبيلعبوا قمار، فبيلو بيقول لهم ان عادتهم دي هي اللي جايبه الفقر للمحل، وبيروح يولع بخور، فالناس بيقولوا له انك لو ولعت حتى في المحل كله مش هيجيلك ولا زبون، وبيقولوا له ان في محل فاتح قدامك حلاق وكل ادواته نظيفه ومحله حتى نظيف. فبيظهر الحلاق ده وبيبص لبيلو وبيغيظه وبيقول له انه عنده زباين وان محلك انت فاضي. وبنشوف السيد دشماندي واللي بيكون صاحب اكبر مصنع للخشب، واول ما بيوصل للشغل بياخد باله من بيلو وهو بيفاصل مع عامل من اللي شغالين في تمن الخشب، فبيندع عليه ويساله ايه سبب المشكله، فبيلو بيعرفه انه بيجمع الخشب عشان يعمل كرسي جديد في المحل، لكن التمن بيكون غالي جدا على الفلوس اللي بتكون معاه، فدشمندي بيقترح عليه انه يسلفه الفلوس ويردها له بالفوائد بتاعتها. فبيلو بيرفض وبيبقى شايف انه هيحصل له مشكله كبيره لو ما عرفش يسدد له ثمن الكرسي، فدشمنتي بيتعصب عليه وبيطرده. وبنروح لساهر واللي بيكون فنان مشهور، وبنشوفه وهو بيتفرج على المشاهد بتاعته من الفيلم اللي لسه خلصان وهو قاعد مع طاقم العمل بتاعه، وبيبقوا قاعدين وبيتناقشوا في قصه الفيلم مع بعض. وبنلاحظ ان لما بيخرج ساهر بيكون حواليه حراسه شديده جدا لان بعض السياسيين بيبقوا مستهدفينه، وعلشان كده بيبقى ماشي بحراسه حواليه. فقبل ما بيركب عربيته بيقترح على المخرج انه يصور في قريه معينه بيكون هو عارفها، وبنكتشف انها القريه اللي فيها بيلو الحلاق. وفي نفس الوقت بنشوف مرات بيلو وهي بتطلب من سيده في البحيره انها تديها شويه طحين مقابل ان هي تساعدها في نظافه شقتها فتره معينه، فالست بتوافق بس بتكلمها بطريقه مش كويسه. فبنشوف واحد من جيران بيلو وهو عنده في المحل ومصمم انه يسمع لبيلو القصيده اللي كتبها، وبرضه بنلاقي شله العاطلين اللي قدام المحل بيتريقوا عليه، وبيقف دشمنت قدام المحل لما بيلاقي اليافطه اللي معلقها بيلو لانه بيكون بخيل جدا، ولما بيصدق انه يلاقي اي حاجه رخيصه ويمسك فيها فبيقرر انه يدخل المحل بتاع بيلو. واول لما بيقعد على الكرسي بيقع بيه وعظمه بيتكسر، وبيجوا حراسه يشيلوه وبيترجعوا انهم يودوه ارخص مستشفى في القريه. وبنلاقي واحد تبع الانتاج اللي موجود في الفيلم بيجي يشتري الخضار اللي موجود كله عند البائع، وبكل تناكه بيعرفهم انه هيتصور فيلم جديد في القريه، وبيروح عند العلاف وبيشتري منه كل العلافه اللي عنده، وبيعرفوا انه ضيف قريتهم هيكون سائر الممثل المشهور. وهنا بيستقبلوه بكل ترحيب وحب، واثناء دخوله للفندق اللي هيكون فيه بيكون في استقباله شرطي من الاسم وصاحب الفندق، واول لما بيطلع بيلاقي صاحب الفندق وبيفضل لازق له وبيفضل كل شويه يرغي معاه وبيطلب منه انه يشوف له دور في فيلمه الجديد، وساهر بيطلع لطيف معاه وبيقول له حاضر هشوف لك دور، وبيترجى انه يسيبه يستريح شويه. وهنا بنشوف فيلو وهو قاعد تعبان وبيجوا ولاده يعرفوه ان الفنان ساهر في القريه وهيقعد لمده 3 اسابيع لتصوير فيلمه الجديد. وهنا بنعرف ان في رابط صداقه قديمه بيربط بين ساهر وبيلو، وبيطلع بيلو حاكي لولاده على الصداقه دي، وطبعا هنا ولاده بيطلبوا منه انهم يقابلوه ويقعدوا معاه. وهنا بيلو بيبان عليه القلق وبيكذب عليهم وبيقول لهم خلاص هخليكم تقابلوه بكره بعد المدرسه. وبنشوف الولاد قبل ما يناموا بيقعدوا طول الليل يفكروا في المقابله اللي هتحصل بينهم وبين ساهر الممثل المشهور، وبيسالوا والدهم يا ترى الهدوم بتاعه ساهر لما بتقدم بيوديها فين او بيعمل فيها ايه، والاب كان بيرد عليهم بمنتهى الاريحيه لكن من جواه زعلان انه مش قادر يسعد اولاده، وده اصعب احساس ممكن يحسه اي اب، وانه بيحاول يبقى افضل بس الظروف مش مساعداه في كده. وبعدها بيلو بيقفل الموضوع
بيصحاهم وبيقول لهم انكم لازم تناموا لانهم بيكونوا سهروا جدا، وبيقفل عليهم باب الاوضه. فزوجته بتساله هيقابلهم امتى بساهر، فبيعرفها انه مش هينفع يروح له اصلا لان اخبارهم اتقطعت من سنين كتير، وانه وارد جدا ما يكونش فاكره. فمراته بتزعل منه وبتاكد له انه اطفاله كمان هيزعلوا لانهم نايمين بيحلموا باليوم ده. وتاني يوم بنلاقي صداقة بيلو وساهر انتشرت في القرية كلها، وتجار الملابس اللي في القرية طبعوا صورة ساهر على كل التيشيرتات، وبنشوف ان الكل مستعد يروح مكان التصوير، حتى التبعين بتوع الاتوبيسات، وبدل ما بيقولوا اسم المحطة بيقولوا يلا نروح على موقع تصوير ساهر. وبنلاقي ان اطفال بيلو جايين يقولوا لابوهم انه يوديهم لساهر زي ما وعدهم، وابوهم قاعد يتهرب منهم واكد لهم انه هيروح له بس بعد ما يتصل بيه وينسق معاه ميعاد. وبنشوف رجالة القرية كلهم قاعدين مع بعض، وكل واحد فيهم بيقول حكاية شكل. في اللي بيقول انه اكيد بيفطر فستق وحليب، وفي اللي بيقول ان كل ملابسه اكيد من الحرير، وكل واحد فيهم بيحلم هيقول له ايه لما يقابله. وبنلاقي كل اهل القريه متجمعين وبيتفرجوا على التصوير واللي بيكون فيه اكشن وحركات، والكل بيتفرج وهو مستمتع ومبسوط. واثناء ما ساهر بيصور مشهد الاكشن بتاعه بيبقى ماسك في ايده بلوره متعلقه بسلك حديد، وبيمسكها بايده وبيطيرها وبتخبط في دشمنتي وبتوقعه، وكالعاده بتكون وصيته انهم يودوه ارخص مستشفى. وبنشوف مرات بيلو وهي بتشوف اتوبيس بيقف قدام باب بيتهم وبتندع على جوزها وبيقول لها انها تقول لهم انه مش موجود لانه بيكون خايف تكون ناس من بتوع الاقساط وبيستخبى منهم بسرعه. لكن مراته بتتفاجئ انها المديره وجايه بتاكد لها ان ممكن اولادها يحضروا الامتحانات عادي، وان كل اقساطهم لحد ما يخلصوا المدرسه يعتبروا ان هي مدفوعه. والمديره بتطلب في المقابل انها تخلي جوزها يخلي ساهر يحضر الحفله في المدرسه لانها عرفت ان ساهر وبيلو اصدقاء، وبيصلح الموضوع وبيعرفهم انه كان بالصدفه معدي من جنبهم، وبياكد لها انه ما ينفعش يطلب من ساهر طلب زي ده بما انه مشغول حاليا في التصوير. لكن مراته بتوعدهم ان هو اكيد هيكلم ساهر، وان ساهر مش ممكن يرفض لبيلو طلب. وبتمشي المديره واللي معاها، وبيلو بيغضب من مراته لانها اتسرعت وادتهم وعد زي ده من غير ما تعرف العواقب المترتبه على كلامها. لكن مراته بتقول له انها ما صدقت ان المدرسه تقبل ولادهم تاني، وان كمان المدرسه هتتكلف في كل المصاريف، وانها فرصه عمرهم. واكدت له انه لو ما راحش وكلم ساهر هي اللي هتروح له، فما بيكونش في حل قدام بيلو غير انه يروح. وبنلاقي بيلو اول ما بيروح الموقف بيلاقي عدد كتير من رجاله القريه مستنيينه، واول لما بيشوفوه بيجروا عليه وهو بيكون فاكر انهم عايزين فلوسهم. لكن بيلو طلع فاهم غلط، وان الناس حبته فجاه كده لما عرفوا ان هو صديق ساهر، وطالبين منه انه يعرفوا عليهم، وبيشيلوه وبيحتفلوا بيه وبيرقصوا وبيغنوا. وبنشوف مراته وهي قاعده في البحيره مع السيدات اللي كانت بتستلف منهم الزيت والطحين، وطبعا بتكون المعامله اتغيرت خالص. وبيسالوها عن ساهر وعن بيلو جوزها، وان صداقتهم بدات من امتى. فعرفتهم ان ساهر وهو صغير اتصاب وجوزها اتبرع له بالدم، ومن ساعتها وهم اصحاب. وبتقول لهم ان ساهر عرض كتير على جوزها انه يمثل معاه، لكن هي اللي رفضت علشان الوسط كله مليان بنات وهي بتغير على جوزها، وطبعا ولا حاجه في الكلام ده حصلت. وبعدها بنشوف بيلو وبيشوف ولاده وهم بيتكلموا مع صحابهم عن ساهر وعلاقته بوالدهم، فبيروح مزعق لهم وبيعرفهم انه بسببهم حطوه في موقف وحش جدا مع المديره. فبيردوا عليه وبيعرفوه انه لو ما جابش ساهر المدرسه مش هيروحوها تاني. وبعدها بنشوف بيلو وهو قاعد في اجتماع اولياء الامور اللي عاملاه المدرسه، والمديره بتكون عايزه تعرف منه ساهر هيجي امتى، وخصوصا انه فاضل له 10 ايام ويسيب القريه. فبيلو بياكد لهم انه كلم ساهر وهو رفض لانشغاله. فواحد فيهم انفعل جدا وعرفه انه كده هيضطر يدفع مصاريف المدرسه لاولاده. وبصراحه الراجل بيكون قليل الذوق جدا، وبيحرج بيلو قدام الناس كلها، وبيعرفه انه لازم يقنع ساهر لحضور المدرسه لمصلحه اطفاله. وهنا بنلاقي مراته بتكلمه وبتقول له انه لازم يعمل اي حاجه لو خايف على مصلحه اطفاله. فبيلو بيرد عليها وبيعرفها انه خايف لا يكون ساهر ما يكونش فاكره اصلا، وبكده هيكون حرج نفسه على الفاضي. فمراته بتقول له لو حصل كده يكفيك شرف المحاوله. وبنشوف بيلو وهو في الكابينه علشان يكلم ساهر، لكن السكرتير بيرد عليه وبيبقى عايز يعرف منه هو عايز ساهر في ايه. فبيقول له عرفه ان اسمي بيلو الحلاق وهو هيعرفني على طول. فالسكرتير بيتعصب عليه وبيقول له ما تحاولش تتصل هنا تاني، وبيقول له انت اكيد واحد نصاب. فبيلو بيبص حواليه ويلاقي عدد كتير من سكان القريه متجمعين حواليه، وبيلو بيكون في موقف صعب جدا لانه بيبين عكس اللي بيسمعه. واول لما بيخرج من الكابينه الكل بيتلم حواليه وبيسالوه هيقابل ساهر امتى وفين، وعرفهم انه هيقابله قريب وسابهم ومشي. وبعدها بنلاقي دشمندي داخل المحل بتاع بيلو ومعاه كرسي جديد بدل اللي اتكسر، وكمان رمى كل ادوات الحلاقه القديمه وجاب له حاجات جديده. فبيلو ما بيقبلش ياخد حاجه من دشمند، خصوصا انه متاكد انه بخيل جدا. فدشمند بيفضل يلح عليه لحد ما يقبل الحاجه دي في مقابل انه يقنع ساهر انه يتعشى معاه، وبيسيبه وبيمشي. فبيلو بيندى عليه تاني وبيقول له تعالى خد حاجتك، لكن عم بيلو بيقنعه بيقول له سيب الحاجه موجوده، حاجه جديده ومخليه شكل المحل حلو، وكمان هتجيب لك زباين. وبعدها بنشوف بيلو وهو قاعد مع عمه وبيكون متضايق من اللي بيحصل، لكن عمه بيقول له حاول تبص للتغيير الايجابي اللي حصل في حياتك، وان اكيد القدر
متأخر حب يصالحك بعد معاناتك. وبنلاقي الولد اللي شغال عند الحلاق اللي قدامه بيبص على المحل بتاع بيلو وسرحان، وبيعرف الراجل اللي شغال معاه ان المحل بتاع بيلو مليان عملاء بعكس محلنا. فالراجل ما بيكونش طايق نفسه وبيتعصب على الزبون اللي في ايده وبينعكش له شعره وبيقول له اطلع بره. وهنا بنشوف بيلو احواله اتحسنت جدا وبيخرج عيلته وبيفسحهم، وكمان بيفرجهم على فيلم الساهر. فبيقعد مع زوجته وبيقول لها انه خايف يروح له وما يفتكرهوش، وبيقول لها ان نفسي عزيزه عليا وكرامتي فوق كل شيء. فمراته بتعرفه انها سمعت انهم محتاجين كومبارسات في الفيلم، واقترحت عليه انه يروح وسط الناس ويشوفه، وانه لو حتى طلع نسيه يفكروا بنفسه. فبيضطر بيلو انه يوافق وبيسمع كلام زوجته. فبنلاقي بيلو تاني يوم فعلا بيروح وبيكتب اسمه وسط الكومبارسات اللي داخلين الفيلم، وكمان صاحب الفندق بيروح وبيكون مصمم انه لازم يمثل معاه. فساهر بيكلم المخرج وبيطلب منه انه يدي صاحب الفندق دور الضابط في الفيلم، وبالفعل صاحب الفندق خد دور الضابط، لكن ما عرفش يقول الجمله اللي المفروض يقولها، وبسببه عادوا المشهد اكتر من مره. وبنلاحظ ان بيلو كل ما ينادي على ساهر للاسف ما بيسمعهوش. وفي مره من المرات بيكون بيلو قاعد على جذع من الشجره وبيفضل مستني ساهر لحد ما الجذع بيتكسر بيه وبيقع وظهره بيتصاب. وبنلاقي بيلي في البيت وظهره وجعه، وزوجته قاعده بتداويله الجرح، وبيقول لها بعد كده ما تقوليش روح لساهر تاني. وبنروح المدرسه وبتكون المديره متضايقه جدا ان بيلو ما بيردش عليهم. فواحد منهم بيقول لها انه عنده معارف يقدروا يوصلوه بالوزير، وان الوزير هو اللي هيخليهم يقابلوه، وساهر وقتها مش هيقدر انه يرفض. والمديره بتستحلف لبيلو انها تخرج ولادهم من المدرسه لو ما دفعلهمش المصاريف. وبنشوف دشمنتي وهو بيكلم بيلو بعنف وبيتهمه انه خلف وعده معاه، وبعدها بيخلي العمال بتاعه يشيلوه بالعافيه لموقع تصوير ساهر. وبنروح لاداره المدرسه وهي واقفه في موقع التصوير، وبيستاذنوا من الحرس انهم يدخلوا، وبيدوا التليفون لساهر علشان يكلم الوزير. فبيقعد معاهم وبيقابلهم، لكن الراجل ده بيكون قليل الذوق جدا معاه وبيغلط في الفنانين اصدقاء ساهر. وطبعا ساهر بيتضايق جدا وبيعرفه انه ممكن يبقى فيه خلافات في اي شغل، لكن في النهايه كلهم اصدقاء واصحاب. فالمديره بتترجى ساهر وبتطلب منه انه يحضر الحفله في المدرسه، لكن الراجل المستفز ده بيقاطعها وبيقول لها انه كده كده هيحضر غصب عنه، والكلام ده طبعا بيكون قدام ساهر. فساهر بيتضايق وبيعرف المديره انه كان هيوافق لولا كلام الراجل المستفز ده، وانه خلاص قرر انه مش هيحضر الحفله دي، وبيقول لهم معلش انا وقتي ضيق ومحتاج اكمل شغلي. فالمديره بتترجاه تاني وبتقول له انه لازم تحضر لان اداره المدرسه بلغت الاطفال والاطفال فرحانين جدا. فساهر اخيرا بيقرر يوافق وبيعرف منها الميعاد. وفي نفس الوقت بيجي دشمند ومعاه بيلو، واهل القريه بيبقوا عايزين يعدوا الحجوزات اللي الشرطه عاملاها، وبتحصل مشاده بين الشرطه وبين اهل القريه. وبيلو لما بيلاقي الموضوع اتطور لاشتباكات الايد بيجري منهم، ودشمند بيتضرب وبيقع. وبنشوف ان بيتم القبض على دشمند ومجموعه معاه، والضابط هنا بيعرفهم انهم ارتكبوا جريمه في حق نفسهم لان هيتم محاكمتهم بتهمه التعدي على الشرطه في اثناء تاديه عملهم. فدشمند بيقول للضابط انهم بس كانوا عايزين يسلموا على ساهر مش اكتر، وبيقول له انهم كمان كان معاهم صاحبه المقرب بيلو. فالضابط بيحاول يفهمهم ان لازم يكون في دليل على كلامهم، زي انهم في مره مثلا شافوا بيلو قاعد مع ساهر، او حتى شافوهم ماشيين مع بعض في اي مكان، وهم بصراحه ما بيكونوش عارفين يردوا يقولوا ايه. فالحلاق التاني انتهز الفرصه وقال للضابط ان بيلو خد منهم فلوس كتير مقابل انه يخليهم يقابلوا ساهر، وطبعا الكلام ده كله ما حصلش، وبيتم الافراج عنهم. وبنلاقي ان اول ما بيخرج دشمند بيروح للمحل عند بيلو وبيقعد يعنفه بالكلام، وبياخد منه الكرسي وكل الادوات اللي جابها له. ومفيش لحظات وبتيجي الشرطه وبتاخد بيلو وبيتم القبض عليه بتهمه النصب، وبيلو بيبقى مستغرب ومش عارف هو عمل ايه غلط وبيكون مصدوم. وبعدها عمه بيضمنه من الاسم وبيقول له انه لازم ينسى كل اللي حصل. وبنلاقي بيلو وهو راجع بيته ومراته بتبص له بنظره كلها اسف، لان هي اللي كانت عماله تقنعه انه يروح يقابل ساهر وما فكرتش في عواقب الموضوع. وفي اليوم التاني بيروح بيلو المحل بتاعه وبيجيب المرايه بتاعته اللي كانت مرميه في الزباله، وبيبدا من اول وجديد. وللاسف بيكون باين عليه الحزن وكسره النفس، وحتى الجيران بيضايقوا زوجته وبتجري تستخبى منهم. وبنشوف ان ميعاد الحفله جه وكل الموجودين بيبقوا مستعدين لمقابله ساهر، وبنشوف الراجل المستفز ده ماسك طوق ورد ومستني ساهر عشان يلبسه له اول لما يوصل. واصلا ساهر كان مشترط انه يحضر الحفله دي في عدم وجود الراجل المستفز ده، فالسكرتير بيضطر انه يحبسه في اوضه المكتب وبيقفل عليه الباب. وبنلاقي ان ساهر وصل والكل بيكون في استقباله. وبنشوف ان ساهر اول ما بيدخل عشان يقول كلمته بتكون موجوده مرات بيلو علشان تسمعه، وبيلو بيكون واقف من بعيد علشان خايف من نظرات الناس ليه. وبصراحه ساهر بيكون لطيف جدا وبيعتذر لكل الموجودين عن المشاكل اللي هو سببها بسبب وجوده في القريه، لكن بيأكد لهم انه اتبسط جدا في القريه دي وان هو حاليا مبسوط جدا انه واقف معاهم وبيكلمهم. وبيقول للاطفال انهم يستمتعوا بكل لحظه في حياتهم لانها من اجمل اللحظات اللي هيعيشوها في المدرسه. وبيحكي لهم انه وهو صغير عاش احسن لحظات مع صديقه المقرب بيلو واللي دور عليه كتير جدا وما لقاهوش. وبيقول لهم ان بيلو ده اكتر واحد وقف جنبي. والكل هنا بيتفاجئ لما ساهر بيجيب اسمه، وقال كمان انه كان بيدافع عنه وهم صغيرين لو اي حد حاول يضايقه، وانه كان بيتقاسم معاه السندوتشات اللي كانوا بياخدوها المدرسه. وبيتاثر وبيبكي وبيعرفهم انه عمره ما نسيه وبيتمنى انه يشوفه تاني لانه اوفى صديق ممكن اي حد يقابله. وانه كمان هو اللي شجعه انه يدخل مسابقه التمثيل، وان بيلو اشتغل شهر كامل علشان يجيب لي طقم احضر بيه المسابقه. وبيلو واقف بيسمع كل كلامه وهو متاثر. وبنلاقي بيلو بيمشي ومراته بتجري وراه وبتعرفه ان هي فخوره بيه جدا، وخصوصا انه ما ذكرش اي حاجه عملها مع ساهر وهم صغيرين. وبيكون بيلو بيبكي من فرحته لانه مش
مش مصدق ان ساهر لسه فاكره، وبيجوا اطفاله وبيعتذروا له ان هم ساءوا الظن في والدهم، وبيسامحهم وبيحضنهم. وبنلاقي فجأة ان ساهر بيدخل عليهم البيت، وبيلو بيعترف له انه كان غلطان لما فكره انه اتغير، وانه ما فكرش حتى انه يكلمه. وساهر عاتبه انه ما حاولش يتصل بيه، وبيقول له انا حاولت ادور عليك كتير بس ما عرفتش اوصل لك. فبيلو شرح له ان المسؤوليات والهموم كانوا كتار جدا عليه، والاتنين بيتاثروا بالكلام وبيحضنوا بعض، وهما الاتنين بيتفقوا انهم هيكونوا على تواصل دايم مع بعض. وساهر بيقول لاولاد بيلو ان ابوكم ده من اعظم الناس اللي ممكن تقابلوه في حياتكم. وبنلاقي ان اهل القريه كلهم اتجمعوا قدام بيت بيلو، ودلوقتي صدقوا فعلا ان ساهر صديقه. وبعدها ساهر وافق انه ياخد حتى الاغنيه من صديق بيلو. واول لما ساهر مشي الناس كلها احتفلت ببيلو. وبنعرف من هنا ان الصداقه بجد مفيش اي ظروف ولا مسافات تقدر تفرقها، ولو حصل كده اكيد مع الوقت هيحصل التلاقي. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.